بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهارده إن شاء الله أنا قلت ايه أقوم كده أتشجع، ورحت السوق جبت فضلة خيركم نص كيلو كبدة. أنا قطعتها طبعا عملت عليها بخلط عليها بصل زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. خلط البصلة دي يعني انا قلت نعمل روتين مع بعضينا كده، لازم تكونوا معايا في كل خطوه في كل حاجه انا بحب اعملها. جبت طماطم وجبت كرنبايه صغيره وجبت نص كيلو كده، بس طبعا الكرنبايه مش هنعملها النهارده، نعملها وقت تاني. معلش انا بظبط لان انا لوحدي مفيش حد معايا. طبعا انتوا شايفين منظر البوتاجاز عامل ازاي، طبعا شكله مش نظيف لان الميه اصلا هنا جرفانه، الميه كل يوم قاطعه. بتيجي الساعه كام؟ بتيجي الساعه 1 بالليل 2. بيبقى النور والميه قاطعين، نور وميه. طبعا انا قلت نتغدى الوجبه ديت خفيفه النهارده كده حبايبنا. زي ما انتوا شايفين خلطت عليها بصل، واجيب فصين توم، حبايبي اعمل عليها فصين توم. احنا في ناس بتحبها التوم، في ناس ما بتحبش، يعني مش عايز يحط عادي ما يحطش، يعني عادي، بس ده بيديها ريحه وبيديها طعم. انا بحب اقطع كده خرط صغيره. صلوا على النبي يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. طبعا انا يا حبايبي عملت الصابون امبارح، هوريكم القوام بتاعه. كان المفروض ان انا اوريكم بعد ساعتين من بعد ما عملته، بس طبعا انا عندي النت هنا مش كويس، فقلت الحق انزل الفيديو، بياخد وقت. ان شاء الله هوريكم دلوقتي معانا زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. طبعا هولع البوتاجاز. طبعا انا كان عندي شويه رز، طبعا مش حرام ان احنا اكبه شويه رز، قلت جنبيها يعني. يعني بحط الملح، معلقه ملح كده اغلبها.
طبعا انا ايه كنت نجعاها في ليمون وبعد ما غسلتها يعني ونجعتها في ليمون شويه عشان متبقاش زفره. على نقطه زيت طبعا انا هسيبها تشرب ميتها لان هي ايه كده كده بتنزل ميه. لو عايزه ايه لقيتها لسه مستوتش هحط لها ايه شويه ميه تاني صغيرين معايا يا حبايبي كده. اغطيها اروح بقى ايه اجيب لكم الصابون نشوفه مع بعض. طبعا يا حبايبي اهو انا بس عايزه اظبط لكم. شايفين القوام بتاعه؟ القوام بتاعه تحفه وريحته جميله جدا. ريحته تحفه، ريحته ليمون صافي. بصوا القوام بتاعه ورغوته على فكره جميله. الرغوه بتاعته جميله. انا قلت اوريهولكم طبعا المفروض كنت وريتهولكم امبارح بعد ساعتين بس انا استعجلت على الفيديو عشان اقدر ان انا انزله بدري شويه. سامحوني طبعا لو التصوير مش قد كده لان انا مصورتش قبل كده لوحدي كده. ايه انا هحط في الازازه دي عشان احطها على الحوض. الرغوه بتاعته تحفه يا حبايبي، جميله جدا. دي انا بملاها وبحطها على الحوض عشان خاطر نستعملها. ثانيه واحده وهجيبكم تاني. عايزه اقول لكم ان كان في حد سالني على المفرمه اللي انا كنت بعمل بيها الحواوشي، العيش اللي انا حطيته في الحواوشي. انا دلوقتي هوريها لكم. دي مفرمه متعدده الاغراض ماشي، تتفك كده زي ما انتم شايفين. المفرمه دي موجود منها دلوقتي بس طبعا مش بنفس السعر اللي انا كنت جايباها بيها لان جايباها من زمان خالص. ديت يمكن بقالها 25 سنه. فيها السكينه بتاعتها دي، السكينه بتاعتها ديت الوش بتاعها من فوق بركبها كده بس تكون مظبوطه على قد ايه الشرايح بتاعتها. بصوا الشرايح بتاعتها من جوه عامله ازاي. دي ايه الشرايح بتاعتها. طبعا انا لما اركبها لازم تكون كده شايفين. نروح مدخلها كده كده. ممكن ايه افرم فيها طماطم بس طبعا ديت مش بحطها دلوقتي يعني الدراع بتاعها ده ما بحطوش دلوقتي. احطها في السنده بتاعتها ديت البود بتاعها ده وفي ايه علامه من هنا اهي شايفين. اروح مدخلاها كده. هو المفروض بيبقى فيه صاموله بقى، طبعا هي ما فيهاش صاموله. المفروض بيبقى فيه صاموله تركب هنا، مفيش صاموله. تشتغل بقى تحط تفرم فيها طماطم بصل. انا احيانا بفرم فيها العيش زي ما اوريكم كده بينزل هنا. توم جميله جدا يعني بتغني عن الخلاط. هي مش قوي يعني بس ايه يعني بتأدي الغرض يعني زي ما انتم شايفين. جميله جدا. دي موجود منها بس ايه يعني ممكن يعني ما يكونش متوفر قوي
اوريكم، كان في حد برضو سألني على اللي انا بستعمل البوتاجاز. هوريكم حاجة انا بجيبها مع الكلور، مع بتاع المواعين ده، البريل بتاع المواعين. ثانية واحدة. ديت اسمها اللهلوبة، اسمها اللهلوبة. ده عبارة عن معجون، عبارة عن معجون من جوه، بس هي للأسف يعني ايه خلصت. المعجون ده انا باخد بايدي كده على وش البوتاجاز او بالسلكة، وايه بدعك بيها مع الكلور والبريل، بيبقوا زي ما انتوا شفتوه جميلة جدا ديت، وبتفك اي دهون، بتفك الدهون خالص يعني. في ناس بقى بتحط حاجات تانية يعني زي سترس. في حاجة اسمها سترس. سترس دوت قوي جدا، بس ممكن ان هو يعمل تآكل في الوش بتاع البوتاجاز. في ناس عارفاه وفي ناس مش عارفاه. ثانية واحدة حبايبي، سترس اهو، ده سترس. في منه الابيض وفي منه الاخضر وفي منه الموف. ده كمان حلو للمفروشات، يعني لكل حاجة، للحمام وللأحواض، للحمام والأحواض والمفروشات. بقعة في السجادة، بقعة في الانتري بتاعك، في الركنة، في كده يعني بيحوش. بس ايه اهم حاجة ان انتي على طول بالسبونشة او بحتة الحتة اللي انت هتعملي بيها، يعني ما تسيبوش عشان ما يعملوش تآكل. والديت بتاعتها بتتفتح وتتقفل كده للأمان، يعني الوش بتاعها ده بيتفتح ويتقفل للأمان زي ما انتوا شايفين. حبايبي طبعا اوريكم الكروم ده، نسيت اوريه لكم. دي هي مليانه، هي صغيره بس مليانه مكبوسه حلوه بسم الله ما شاء الله يعني. وجبت كمون، الواحد ما بيستغناش عنه، بحبه في الاكل يعني، وحلو خالص للي عنده برد، عنده امساك، عنده اي حاجه مغص. لو خدتي معلقه منه كده هو مر، بس ايه يعني تستحمل. عايزه اقول لكم كمان فعلوا لي الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد، واللي ما اشتركش يشترك. انا اسفه لو كنت مرتبكه شويه والتصوير مش قد كده، بس انا عشان واقفه لوحدي يعني. بس ان شاء الله يعجبكم وينول اعجابكم، يعني هو فيديو بسيط وخفيف عليكم يا رب. بس ايه تشاهدوا لي الاخر، وشاهدوا لي الفيديو للاخر عشان خاطر يجيب لي ساعات. هي نازله اعلانات وكل حاجه، بس الاعلانات ديت للاسف ان هو بياخدها اليوتيوب الاول. ما تنسوش بالله عليكم، يعني انا عايزاكم تقفوا جنبي وتخليكم في ظهري. ربنا يكرمنا يا رب، ربنا يكرمنا ويكرم الجميع يا رب، ويشفي كل مريض ويسهل للناس كلها يا رب.